السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. الوصفة ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد التحلية اللي كتجي رائعة، غتحتاجوها في رمضان ان شاء الله باذن الله. قدميها لهم مول الفطور او لا قدميها في السحور، المهم قدميها في اي وقت بغيتي. كتجي رائعة وغزالة وكنصحكم بها، وراها سهلة وما فيهاش المقادير بزاف، دغيا دغيا كتوجد وغتعجبكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره راها غزاله غير من المنظر ديالها. اذا بسم الله على بركه الله غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، و2 معالق ديال نشا الذره اي المايزينا، وعندي نصف لتر ديال الحليب. غادي نجيب هنايا واحد الكاسرول اللي يكون ما كيلصق ما والو، غادي نضيف فيه هذاك السكر اللي هما 2 معالق. ما كنصحكمش تعملوا اكثر من 2 معالق هنا، لانه الطبقه الثانيه حتى هي حلوه، ويعني باش ما تجيكمش حلوه بزاف. في ديك نص لتر ديال الحليب غنضيف 2 معالق كبار ديال النشا، غادي ندوبهم مزيان على البارد، يعني ما قبل ما نحطهم فوق النار. غادي نحرك مزيان حتى تذوب ليا ديك المايزينا في داك الحليب. بالنسبه للكميه اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها، انا هاد الكميه هذه كافياني. هنا السكر من بعد ما وضعته فوق النار اللي هي شمعه، غادي نخليه حتى كيبدا يتكراميلا في باللوين ديالو. عاد غادي نبدا كنحرك صافي، غادي نبقى كندوبو مزيان على حتى ياخذ لي هاد اللوين هذا. ومن بعد غادي نجيب الحليب ديالي وغادي نبقى كنضيفه بالتدريج. ردوا البال وحيدوا وجهكم من فوق النار، لانه كيتفاعل مع يعني البارد مع السخون، نتوما عارفين كيتفاعلوا. ردوا البال وصافي، غادي نبقى كنحرك مزيان مزيان حتى كيبدا كيتقلي الخليط ديالي. غنستمر بالتحريك وما غاديش نخليه يتقل بزاف، لانه ما بغيتوش يجيني يعني ثقيل بزاف. المهم نتوما غتشوفوا القوام ديالو في الاخر. كيف ما شفتوا هنايا هذا هو القوام اللي غادي نخليه عليه، وراه باقي غادي يبرد وغادي يزيد يتقلي على هذا القياس هذا. نتوما الا بغيتوا تزيدوا تعقدوه على هكا زيدوا، يعني لكم الاختيار. من بعد جبته هنايا من بعد ما مباشره، يعني ما خليتوش حتى يبرد، عاد غادي نفرغوه في الاكواب اللي غادي نقدموا فيه. انا عندي هاد الزليفات هادو صغار يعني متوسطين، وانتم قدموا في اي اوكس كيعجبوكم. انا بالنسبه لي غادي نقدمهم في هاد الزليفات هادو 4 كافيني. وانتم الا بغيتوا مثلا تجيكم كميه اكثر من هيدا فرغوهم في كويسات يكونوا صغار. بالنسبه صافي غادي من بعد ما فرغتهم غادي نخليهم جانبا يبردوا، وغادي نجي للطبقه الثانيه. عندي هنايا واحد الكميه ديال الكاوكاو اللي حمرته وحتى تذهب لي على هذا الشكل هذا، وعندي كاس الا ربع ديال السكر، وعندي واحد داني ديال الكراميل ديال 2 دراهم. من بعد غادي نضيف هذاك السكر في الكاسرول، وغادي نعملو نفس الطريقه اللي عملت في الاول، يعني حتى نخلي حتى يبدا كيتكراميلا من الجناب، يعني حتى نشوف داك اللوين بني اللي بقى كيخرج لي من الجناب. عاد غادي نحركو على نار اللي تكون مهيله، غادي نحرك مزيان حتى يذوب لي داك السكر كامل. ومن بعد غادي نضيف هذاك الياغورت او لا دانيت ديال الكراميل. ما تخافوش منه، غادي يبان لكم فحال تحجر فاش ضفتوه، ولكن ما تخافوش نهائيا، غير استمروا في التحريك مزيان مزيان حتى يذوب لكم داك الكراميل اولا داك الدانيت، حتى يذوب مزيان مزيان. ما تخافوش نهائيا، غير حركوا مزيان واستمروا في التحريك على نار اللي تكون متوسطه، يعني ما عالياش بزاف وما حانياش بزاف. صافي غادي نذوبو مزيان مزيان. ومن بعد غادي نضيف عليه هذيك الكاوكاو اولا الفول السوداني اللي شفتو معايا اللي حمرته في الفران حتى تذهب لي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نبقى كنستمر في التحريك مزيان مزيان حتى يذوب لي داك حتى ينسجم لي داك السكر مع داك الكراميل مع داك دانيت.
صافي هنايا هذوك الخليط الاولاني كيكون شاد راسو مزيان، وغادي نضيف عليه هذاك الطبقه الفوقانيه، طبقه اللي هي لذيذه بزاف. نتوما عارفين الكراميل مع الكاوكاو كيجي غزال، يعني واحد المذاق اللي هائل. صافي كنفرغوا عليه على الوجه ديالو على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم اللي الا بغيتوا تجيكم الكميه اكثر يعني ممكن تضيفوهم في كؤوس صغار. صافي غادي نخليهم يبردوا واحد شويه. انا ما غاديش نضيفهم في الثلاجه، ولكن نتوما ضيفوهم الا كنتو. انا ما ضفتهمش غير على حسب الوليدات الصغار. نتوما عارفين مع دابا البرد يلا يلا يعني كافيه ديك البروده ديال الجو كافيه، ما غاديش نعملهم في الثلاجه نهائيا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. وها هما بعد ما خليت هذاك الكراميل والكاوكاو حتى ياخذوا حراره درجه الغرفه، عاد قدميهم وهما بالصحه والراحه كيجيو غزالين ما شاء الله. كيجيو لذاذين، واحد المذاق اللي هو هائل. غادي يعجبكم بزاف، وحتى الوليدات اكيد غادي يعجبهم، لانه نتوما عارفين الوليدات كيعجبهم داكشي د الحلاوه. المهم كنتمنى انه الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. شكرا بزاف على دعمكم وعلى الدعم ديالكم الطيب والتعليقات الطيبه اللي كتخليو لي. غادي نخليكم هنا، تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش تجربوا الوصفه، راها غزاله اكيد غتعجبكم. انا كيف ما قلت لكم. المهم عواشركم بروكه، وتهلاو ليا في راسكم. الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي يا الحبيب. الله يدخلنا ليلو لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم والسلام عليكم.